عايز نبذه بسيطه عن العلاج بالاكسجين النشط عشان نروح بعد كده نقف عند اول محطه محضرينها للساده المشاهدين وهي محطه السكر ومضاعفاته. العلاج الاكسجين النشط هو يعتبر من العلاجات القديمه، ما هوش علاج حديث، منتشر في كل الدول الاوروبيه، موجود في ايطاليا، موجود في اليونان، موجود في روسيا، موجود في بعض الدول، برضو بعض الدول الامارات موجود فيها. فهو علاج موجود اصلا من زمان. الرواد فيه كان الالمان. أيوة. ويمكن انا قلتها قبل كده ان الالمان اكتشفوه زي معظم الاختراعات والاكتشافات الطبيه، اكتشفوه في الحرب العالميه. وجدوا ان الجروح بيحصل لها التئام بقوه في المطر ويكون في رعد وبرق، لان وجدوا ان الاو2 بيتحول الى O3 بيضاف له ذره اكسجين نشط. وهنا السحر وهنا اللغز اللي هي الذره النشطه المنفرده. وجدوا ان الجروح بتلتئم بقوه وعنف. وانا زي ما انا قلت قبل كده اعتبروه سر حربي في الاول. وابتدوا يطوروا فيه وابتدوا دلوقتي ينشروه للعالم. هم يعتبروا الرواد، واسبانيا موجوده برضه في العلاج بالاكسجين النشط. الاكسجين النشط دوره في بعض الامراض زي مرض السكر لا شك انه دور حاسم ودور منفرد ومميز، لان احنا عارفين ان مرض السكر يعتبر من هو المرض السمنه من امراض الميتابوليزم، بيبقى فيه خلل في الميتابوليزم بتاع الانسان نفسه. فكره قبل ما اتكلم عن الاكسجين النشط هو فكره الانسان اللي يتمتع بصحه جيده ايه؟ انك الخليه وحده بناء الجسم الخليه. لو انت عندك خليه على درجه عاليه من الصحه والكفاءه، انت هتقدر تعيش حياه سليمه امان، تقدر تقاوم الامراض، تقدر تقاوم الامراض المناعيه، تقدر تحسن، واللي يعتبر السكر من الامراض المناعيه، امراض زي جلطات القلب تقدر تحسن. يبقى لعب العلاج بالاكسجين النشط ان هو الخليه وحده بناء الجسم، مكون الجسم الانسان. فلو جينا مسكنا في مرض السكر الملعب بتاعه البنكرياس، صح، عضو بيتكون من مجموعه من الخلايا. في نوعين، النوع الاولاني ان هو بيعتمد على الانسولين، والنوع الثاني اللي هو البنكرياس. طبعا هنرجع للتقرير اللي في التلفزيون دلوقتي. النوع الثاني ان البنكرياس مش بيدي الانسولين الكفايه للجسم. أيوة. تعبان، زي ما نقول بلد العربي مخستع شويه. أيوة. فبيجي في النوع الثاني انا بقدر اعيد بناء الخليه واجدد. ده بيتم على فكره على مستوى الجسم كله. يعني احنا لو جينا بصينا على الناحيه الشمال هتلاقي ان هنا الخليه البنكرياس همدان، تعبان، مش قادر يؤدي وظيفه. السكر فعلا منتشر في الجسم وحتى مش قادر يخترق الخليه، مش قادر يخترق. فبتلاقي السكر اتجمع في الجسم ويبتدي يتحول الى زي ما احنا قلنا الى دهون تسد الشرايين. يبقى اذا انا عندي لما باجي بلعب زي ما احنا قلنا في مرض زي مرض السكر، البنكرياس هو المشكله زي ما احنا شفنا اهو. على الشمال بقى على اليمين المشاهدين يعني. دلوقتي في الاول بتلاقي زي ما احنا قلنا البنكرياس ما هو خملان نايم، مش قادر ان هو يطلع الانسولين اللي يكفي التخلص من السكر الزياده. فتلاقي السكر ابتدى ينتشر في الجسم، يبقى ارتفاع في السكر وارتفاع في الدهون.